السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. أصدر مجلس قضاء وهران اليوم بيانا هاما بخصوص حجز أكثر من 50 كيلوغرام و170 جرام من الكوكايين بميناء الغزوات في تلمسان. وأوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بوهران أن القضية تعود إلى تاريخ 2 ديسمبر الجاري على الساعة 1:30 صباحا. تمكنت مصالح مفتشية أقسام الجمارك بميناء الغزوات من حجز أكثر من 50 كيلوغرام كوكايين كانت مخبأة بباخرة تجارية قادمة من الخارج. وأفضى التحقيق الابتدائي إلى توقيف 4 أشخاص تم تقديمهم اليوم ليتم إحالتهم على قاضي التحقيق، ووجهت لهم تهم الاستيراد والحيازة والتخزين والحصول على المخدرات قصد وضعها للبيع بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، والتهريب على درجة من الخطورة يهدد الصحة العمومية وتبييض الأموال. وأمر قاضي التحقيق بإيداع 4 أشخاص رهن الحبس المؤقت. شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.